هو اسكندريه ليه مش الفيلم ليه بجد ليه عامله قلق؟ اسكندريه هي المحافظه الوحيده اللي هتلاقي واحد طالع لك من نص الميه يقول لك ازاي تبسط نفسك في اسكندريه، واسكندريه هي المحافظه الوحيده برضو اللي هتلاقيهم بيقولوا لك تروحها امتى. عمرك شفت حد يقول لك تروح المنصوره امتى؟ لا، محدش مهتم، ما تيجي وقت ما تيجي، ما تقرفناش. الاسكندرانيه بقى بيتعاملوا ان هم رومان مصر، مع انهم بياكلوا فول وفلافل زينا عادي. هو مش زينا قوي، احنا بنقولها طعميه وهم بيقولوا فلافل. ليه؟ الرومان بقى. طب وهم الرومان بياكلوا فلافل يا طمطم؟ قول لهم الاسكندرانيه عندهم انتفاخ في الذات لدرجه تحسسك ان هم اصحاب البحر، يعني ده مش حاجه بتاعتنا كلنا، لا هم اصحابها، هم وارثينه عن جدهم الرومان. لا اخفي عليكم سرا يا جماعه، احنا كنا بنقول عليهم وشوش كالحه وميه مالحه، فهم ما سكتوش، ردوها لنا. حاسب وشك كده، ميه نيل وشوش خنازير، على الاقل النيل بنعرف نشربه يا بتوع المالح. وكلنا بلا استثناء في نظرهم شويه فلاحين، مولود في بيزنطه برخالته، ولا انت بتركب مشروع فوق اللي هو مشروع حاجه ايه هي بقى محدش عارف، نيو فولدر. بس اكيد في سر ورا كل ده، ما اصله مش معقول برضو يوسف شاهين يعمل اسكندريه ليه وبعده اسكندريه كمان اكيد في سر ورا الموضوع، ما عملهاش مع كفر الشيخ مثلا. رغم خلافي واختلافي مع الاسكندرانيه بسبب عنصريتهم، الا ان انا قررت ادور ورا الموضوع اكتر. اسكندريه ليه؟ الاسكندر الاكبر اشمعنى هو اللي بنى اسكندريه؟ هو لقى حته بعيده وفاضيه عن القاهره ب 600 كيلومتر، قال جامد، وكانت بين بحر وبحيره، فقال مصلحه. عارفين الشيخ زايد زمان اسكندريه كانت صحراء اكتر منها، اتبنت من العدم حرفيا. الاسكندر الاكبر كان شايف ان مدينته الجديده دي فيها ميزه حربيه مهمه فشخ، وهي ان قبل ما توصل لحدود اسكندريه لازم تعدي على جزيره فاروس الاول. يعني لو في اسطول جاي يحارب الاسكندر ضروري ينزل عند الجزيره دي الاول، ساعتها بقى الاسكندر يعمل حوالين الجزيره كماشه ويفشخهم، او يبقى حاطط جنود هناك. وعلشان الجنود دول يروحوا من اسكندريه للجزيره كان لازم في حاجه توصل ما بين الاثنين، فعمل اجتماع طارئ للعمال وقال لهم الهبته ستاديوم. فالعمال قالوا له الله يرضى عليك خش في الموضوع، قال لهم تمام اربطوا لي الجزيره بالمدينه. فبنى وقتها اكبر جسر مائي بطول 1244 متر، كان رقم قياسي وقتها. بس كده اسكندريه مفتوحه من كل ناحيه، فالاسكندر عمل اجتماع اطرق من الاجتماع الاول، وامر المهندسين يبنوا اسوار حوالين المدينه كلها، وبكده عمل اول كومباوند في التاريخ. 20 كيلو متر من الاسوار داير ما يدور كده حوالين المدينه كده اهو، ووقتها اعتبروه اطول سور لمدينه في العالم. مات الاسكندر، العمال لسه بيلموا شنطهم عشان يروحوا لعيالهم، جه بطليموس قعد يفكر الاسكندر عمل اكبر جسر مائي واكبر سور، انا كمان لازم اعمل حاجه.